كيعجبوك الرياضات المائيه وكتبغي ديرهم ولكن ما كتعرفش تعوم. مرحبا بكم جميع وشكرا لكم على التشجيع اللي شجعتوني. فرحت بزاف اللي قدرت نعاون شويه الناس على انهم يتعلموا كيفاش يعوموا ويحيدوا الخوف ديالهم. سمحوا لي بزاف كنت عطل على باش نوجد لكم الحلقه، ولكن كاين خدمه، كاين بزاف د الحوايج اخرى اللي لازمني نحترمها باش نسجل. الا كنتي اول مره في القناه مرحبا بيك. الا عجبك المحتوى كليك سبسكرايب، لايك فيديو، فعل الجرس باش يوصلك الجديد. السلام عليكم، انا فاطمه زهره مدربه غوص. وصلوني بزاف الاسئله من عند الناس على كيفاش الواحد يحيد الخوف ويتعلم العومان. هادشي علاش قررت ندير فيديوهات على العومان بطريقتي الخاصه اللي علمت بها بزاف الناس وحيدوا الخوف ديالهم وتعلموا يعوموا. الناس اللي شافوا الفيديو الاول اذا طبقتوا الطريقه قولوا لي في كومنت شنو كانت النتيجه. الناس اللي اول مره على القناه هذا الفيديو الثاني من احسن تشوفوا الفيديو الاول عاد ترجعوا لهذا، غتلقاو اللينك هنا. من بعد الفيديو اللي درت الاول وصلتني بعض الاسئله اللي كنفضل نجاوب عليها هي الاولى. عاد ندوزو للتمارين. سولني واحد الولد قال لي ما كنقدرش نحل عيني في الماء. كاين جوج حوايج، كاين المسبح وكاين البحر. في المسبح انا ما كنصحكش تحل عينيك في الماء بتاتا. علاش؟ لانه اول حاجه فيه مواد كيماويه بحال الكلورين اللي كتقدر تسبب حساسيه خطيره وعينيك يقدروا يبداو يحمروا. ثاني حاجه يقدروا يكونوا فيه ميكروبات او فيروسات اللي يقدروا يدخلوا لك لعينيك ويمرضوهم لك. هادشي علاش كنصح اي واحد بغى يدير السباحه يلبس نظاظر. ثاني حاجه البحر. في البحر تقدر تحل عينيك ولكن لمده محدوده. هو مزيان انه تحل عينيك في الماء البحر لانه الماء البحر غالبا كيكون نقي وكيغسل لنا العينين كيف كنقولوا، وتبت الفعاليه ديالو في العالم كامل على انه كيحيد التوكسينز او المواد السامه من الجسم. ولكن الا بغيتي دير السباحه من الاحسن انك دير نظاظر. علاش؟ باش ما يدخلش لك الاجسام الصغيره لعينيك مثلا الرمله او البلانكتونز، وحتى انه الا غمضت عينيك وانت كتسبح غادي تفقد التوازن ديالك. ثاني سؤال كان على التشنج. كاينين الناس قالوا لي انهم ملي كيبداو يعوموا كيجيهم التشنج، كتجيهم بانيك اتاك وكيحبسوا. خصنا الاول نفهموا التشنج. التشنج هو واحد التقلص ديال العضله اللي كيوقع بلا ما نقدروا نتحكموا فيه، وعنده بزاف د الاسباب. كاين واحد السبب اللي شائع بزاف في السباحه وهو الناس كيبداو يديروا السباحه بلا ما يسخنوا. التسخينات ديال السباحه يمكن ليهم يكونوا قبل ما تدخل المسبح او داخل الماء. يمكن لك دير الحبل، يمكن لك دير بيربيز، ولازم حتى تحرك العضلات ديال الكتف والفخذ ودير ستريتشين مزيان للعضلات ديالك باش يدوز التمرين ديالك ديال السباحه مزيان. التسخينات في الماء ساهلين، غادي تبدا بشويه بشويه الكرول او الفريستايل، تبقى غادي وكتزيد في السرعه. السبب الثاني اللي يقدر يؤدي للتشنج في السباحه هو استخدام العضله غلط. بزاف الناس كنشوفهم انا مثلا في المسبح كيضربوا بركبيهم، كيتني رجلو بحال هكا وكيضرب، كيعطي القوه بالركبه. ودائما في اي رياضه القوه كنعطيوها بالعضله ماشي بالمفاصل. كاين سبب اخر معروف على انه كيؤدي للتشنج هو نقص في المغنيسيوم، وهذا يمكن لكم تعوضوه بالاغذيه اللي غنيه بالمغنيسيوم بحال التمر او البنان. سبب اخر اللي كيؤدي للتشنج هو الماء بارد، او الا كنتي كتلبس لي بالم وكانوا صغار عليك او لا تقال. واحد سبب اخر هو الديهايدريشن، يعني الجفاف ديال الجسم. التشنج عامه في العومان كيكون في الرجلين، كاينه طريقه سهله باش تحيدوه. كنشد من صباع رجلي اللي جا فيهم التشنج وكنجر لعندي، نبقى بعد الثواني ونطلق. بهذه الطريقه كنجبدوا العضله اللي تقلصات وكحيد التشنج دغيا. اذا باش نلخصوا على التشنج، باش نتفادى التشنج
لازم ناخد الكميه الكافيه ديال المغنيسيوم. انا دائما كنفضل كل ما هو طبيعي. نشرب الماء مزيان، دير التسخينات ديالك قبل ما تبدا التمرين، وإلا كنتي كتلبس لي بالم يكونوا قدك. نتمنى نكون جاوبتكم على هاد الاشكاليات اللي كيوقعوا للناس، واخا غير شويه. وقولوا لي في كومنت شنو الراي ديالكم. من بعد هاد 2 حلقات غندير لكم حلقه كامله على سنوركلين اللي بغى يتعلم سنوركلين. فعلوا الجرس باش توصلكم الحلقه. ندوزو دابا للتمارين اللي بقاو. لهاد التمرين غيخصنا نستعملوا لوح الطفو اللي كيكون متواجد في اغلب المسابح، او يمكن لكم تشريوه. انا ما عنديش فغنستعمل لايف جاكيت. هذا تمرين الركل بالرجلين كيكس. نشد في لوح الطفو ونضرب برجلي من الفوق لتحت بالتناوب. كنضرب بالرجل اليمنى ومن بعد اليسرى، اليمنى ومن بعد اليسرى. في الركل بالرجلين كنخدم عضلات الفخذ والساقين، كيكونوا مقادين، كيتتناو غير شويه والحركه كتكون سلسه. خدمنا في الحلقه اللي فاتت التنفس في الماء. دابا غادي نديرو التنفس في الماء مع الركل بالرجلين. كيف التمرين اللي قبل غادي ناخذوا اللوح ونضربوا برجلينا كيف ما قلنا من قبل مع التنفس في الماء. نبقاو غاديين كنضربوا برجلينا ووجهنا في الماء. نحسبوا 3 ثواني وندوروا للجنب ناخذوا النفس ديالنا ونعاودوا. التمرين التالي غنحيدوا اللوح الطفو، غناخذوا الوضعيه الانسيابيه اللي كنا تعلمنا في الحلقه اللي فاتت وغادي نضربوا برجلينا. نخويو النفس اللي عندنا في الماء بشويه، نحاولوا نمشيو اكبر مسافه ممكنه.
كيف العاده نعاودوا التمارين حتى نتمكنوا منهم. فاش كنكونوا عاد كنتعلموا نقدروا بعض المرات نفقدوا التوازن ديالنا وما نعرفوش نعاودوا نوقفوا. طريقه سهله باش نعاودوا نوقفوا في الماء هي نجيب ركبتي عند الصدر ديالي، الجسم ديالي غادي يتقاد تلقائيا باش نوقف. هاد التمرين غادي نخدموا الركل مع التنفس في الجناب. غناخدو وضع افقي في الماء وايدي يكونوا في الجناب ديالي، نضربو بالرجلين كيف ما شرحنا من قبل، وجهي يبقى في الماء 2 ثواني، نخرج النفس اللي عندي في الماء وندور وجهي للجنب باش نستنشق. دابا نخدموا اليدين. في العومان اليدين كيجروا الماء باش نقدروا نزيدوا القدام. كناخذوا نفس عميق وكناخذوا الوضع الافقي في الماء، كنخشيو اليد الاولى كنجروا لعندنا وكنخشيو اليد الثانيه. لاحظوا ديما ان ايد كتكون في الماء وايد خارج الماء، هذا كتسمى الفري ستايل او الكرول. يدي كنسرحها مزيان والاصابع كيدخلوا هما الاولين. كندور الجسم ديالي واحد شويه للجنب بحيث يكون دراعي مستقيم مع الجسم ديالي. كنجبد عندي الماء، كنخرج يدي وندخل الاخرى. هاد التمرين كنديرو وانا كنخرج النفس في الماء كالعاده. ملي نخدموا هاد التمرين مزيان نزيدو مع الضربات ديال الرجلين، نحاولوا ما نضربوش بالرجلين بسرعه، نضربو بشويه ونخدموهم اساسا للتوازن. ملي نخدموا هاد التمارين مزيان غنجمعوهم كاملين في تمرين واحد، يعني الضربات ديال الرجلين مع الضربات ديال اليدين مع التنفس. كل 2 أو 3 ضربات بالايد ندور للجنب باش ناخذ النفس ديالي ونخويه في الماء عاود مع كل 2 ضربات. اخر تمرين غنديرو هو الطفو على الظهر. غادي ناخذ النفس ديالي ونحاول نتكا على ظهري. الساقين خاصهم يكونوا في وضعيه مستقيمه ونطلعوهم افقيا. من بعد نقادو ظهرنا يكون مستقيم حتى هو. الا جاتنا صعيبه في الاول يمكن لينا نعاونوا بايدينا ندفعوا الماء لتحت. ضروري الماء غيوصل لينا للوجه ديالنا، ولكن لازم غير نفكروا انه النقطه اللي كتهمنا هو الفم ديالنا باش نتنفسوا فقط. باش يكون عندنا طفو اكبر نبعدوا يدينا ونبعدوا رجلينا على شكل نجمه. هاد الوضعيه هادي مهمه باش كنقدروا نرتاحوا الى عينا اذا ما كانش عندنا الحد فين نوقفوا.
بزاف الناس في هذه الوضعيه كيحسوا برجليهم كيهبطوا لتحت او الجسم ديالهم كيتقل عليهم. فاللي اساسي هو انك تقاد ظهرك مزيان يكون مستقيم ورجليك مستقيمين وتشد العضلات ديالك، ومع التدريب الانسان كيولي احسن. شكرا لكم بزاف اللي وصلتوا حتى لاخر الفيديو. نشوفكم في فيديو جاي. سنوركلينغ.